ازيكم يا اصدقائي؟ طبعا اغلبنا متابع تحديثات الذكاء الاصطناعي اللي عماله تتوالى علينا الفتره الاخيره، وفي مننا كتير اللي بيعتمد عليه دلوقتي بشكل اساسي في شغله، وخصوصا في مجال التصوير والتصميم. ولكن النهارده انا جاي اتكلم عن حاجه مختلفه وهتفيدنا احنا في مجال الفيديو، واللي هتكلم عليه النهارده هو جي بي تي صوره. زي ما انتم شايفين يا اصدقائي، دي واجهة الموقع زي ما انتم شايفين كده، ودي اعمال الناس عاملاها الموقع بيوريها لك، وبرضو تقدر تتعلم ازاي تكتب برومبت منهم، عشان لو دوسنا مثلا على مشهد زي ده هيفتح لنا كده يقول لك مكتوب البرومبت عشان يطلع مشهد زي ده. فتعالوا نروح للصفحة اللي بنعمل منها. طبعا هنسجل دخول ونخش على طول على كلمة صورة دي، وهنوصل هنا الموضوع بصراحة ابسط مما يمكن يعني. هنا بتختار المقاس بتاع اللقطة بتاعتك، وهنا الكواليتي، وهنا المدة. انا اختار 5 ثواني، وهنا تختار الفاينل ريزلت، تطلع لك فيديوهين ولا اكتر من فيديوهين، ولا فيديو واحد ولا 4 فيديوهات زي ما انتم شايفين كده. وهنا في الحتة دي بنكتب البرومبت بتاعنا، وبعد كده بندوس على السهم ده. ولو انت عطلان في حكاية البرومبت دي ومش بتعرف تكتب برومبت، انت تقدر تكلم شات جي بي تي ذات نفسه وتشرح له المشهد من وجهة نظرك، وحجم اللقطة ونوع العدسة او ايا كان، يعني هتشرح له الفيجن بتاعتك كاملة، وشات جي بي تي هيعمل لك البرومبت بتاعك. فانت تاخد البرومبت من شات جي بي تي، تيجي تحطه هنا وتدوس على السهم على طول ويعمل لك الفيديوهات. فانا كنت مجهز كام برومبت كده، فتعالوا سوا دلوقتي نشوف النتيجة بتاعتنا هتطلع ازاي. وده اول برومبت معانا انا كنت مجهزه، هو برومبت بسيط. دوس كرييت فيديو، نستنى بقى النتيجة تطلع لنا. طبعا زي ما انتوا شايفين النتائج اللي طالعة بصراحة يعني يمكن فيها غلطات، مش ألذ حاجة، لان هنا ده الشوت ده انا شايف فيه انه هو حاطط مش كيبورد، هو حاطط تقريبا جزء من لابتوب يعني من غير الشاشة. بس ايا كان برضو الشوت بصفة عامة شكله حلو. تعالوا نشوف الشوت التاني. انا بصراحة انا شايف ان الشوت التاني بيرفكت، ما عدا بس توزيعة الاضاءة. يعني الشوت الاولاني توزيعة الاضاءة فيه حلوة، الشوت التاني يعني انا شايفه بيرفكت برضو. تعالوا نكتب البرومبت التاني اللي انا كنت مجهزه. زي ما انتوا شايفين كده بصراحة النتائج مرعبة. ده كان اول فيديو، تعالوا نشوف الفيديو التاني. بصراحة يعني الفيديوهين احسن من بعض، ولكن اعتقد ان انا يعني يمكن مايل اكتر للفيديو التاني، بس الصراحة النتيجة طالعة خرافية. وبس كده يا اصدقائي، اديكم عرفتم ازاي تقدروا تعملوا المشاهد بتاعتكم من خلال جي بي تي صورة باسهل طريقة ممكنة. ولحد هنا يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.